السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الزبادي البلدي البيتي بطريقة المحترفين اللي بتكون موجودة في محلات الألبان. هنحط اللبن على النار. احنا هنستخدم صبتين مش صبة واحدة، وهقول لكم الفرق واحنا شغالين مع بعض. أنا دلوقتي حاطط اللبن على النار وبقلبه كل 4 أو 5 دقايق بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. بفضل أقلب في اللبن وأنا حاطط اللبن على النار، على نار هادية. أهم حاجة تكون على نار هادية عشان ما تحرقش الحله او المكان اللي انا بغلي فيه اللبن. بكون انا بجهز الخميره واللبن موجود على النار. دي خميره زبادي بلدي انا كنت عامله قبلها، بس يفضل انتوا لما تيجوا تشتغلوا تجيبوا كوبايه من المحل تشتغلوا منها. هتكون الخميره اقوى شويه. هكون مجهز كيس بلاستيك، بشيل وش الكوبايه اللي هو القشطه اللي بتكون على الكوبايه زي ما انتوا شايفين الوش طالع عامل ازاي. بشيل انا الوش وباخد معلقتين او 3 معالق من تحت الوش واحطهم في الكيس. لو انا عايز اعمل زبادي زي بتاع المراعي او زي بتاع جهينه او ايا كان، هجيب كوبايه من نفس الزبادي اللي هو المراعي او الجهينه اللي هو الزبادي المعلب عموما، هجيب واخد منه الخميره بتاعته. انا حاطط تقريبا على النار 3 كيلو لبن. ال 3 كيلو لبن ممكن اخد منهم اخد لهم خميره معلقتين او 3 معالق. في ناس بتاخد كوبايه زبادي كامله للكيلو، وده طبعا كتير جدا وهيبقى مكلف ومش هيفرق كتير. بالعكس، هو الكيلو لبن ممكن تحط له كوبايه، تحط له معلقه زبادي واحده. انا حطيت اهو في الكيس حوالي 3 معالق ل 3 كيلو. تمام بالطريقه دي. وبخلي الكيس كده لحد ما هبتدي بقى اخد اللبن هو وصل لمرحله الغليان على نار هاديه خالص. هبتدي بقى اخده واحط في شفشق واصب من الشفشق في الكوبايات او في الاطباق اللي انا مجهزها عندي عشان اشتغل بيها. الصبتين دول بياخد صبه وهو اللبن مغلي كده، نص الكميه بصبها بتعمل معايا وش كويس، وبعد كده ببستر اللبن واحط عليه الخميره، وبعد كده اصب الصبه التانيه. هنا هتطلع لي الزبادي البلدي اللي ليه وش وليه دسم، وبيكون طعمه مختلف طبعا في البيت عن اللي احنا بنجيبه من بره. قوامه بيكون مختلف عن اللي بنجيبه من بره. اللي بنشتريه من بره بنلاقيه كله مشرش ومنزل ميه وقوامه طري جدا. انا مجهز اهو الاطباق اللي انا هعمل فيها الزبادي ده. انا كده بصب والزبادي لسه واللبن لسه خارج من على النار، بصب ببوز الشفشق. وكل ما عليت ايدي وكل ما صبيت واحده واحده وعملت الرغاوي او الرغوه اللي بتطلع دي، كل ما كان الوش قوي وموجود بكثافه اعلى. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى دي كده الصبه الاولانيه اللي اللبن لسه مغلي حالا. اللبن لسه كان على النار، خدت منه نص الكميه وبصب نص الطبق. بصب نص الطبق. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما بصب، المفروض بقى ان انا هروح واخد اللبن النص الكميه الباقيه عشان ابسترها ازاي. بحطها في صينيه كبيره، الصينيه دي فيها ميه تحت الحوض زي ما حضراتكم شايفين. الميه دي لازم تبقى متغيره كده على طول، وابتدي اقلب اللبن علشان يبرد. البسطره لازم تكون في وقت سريع. في ناس بتروح سايبه اللبن يبرد خالص وخلاص وتسيبه يبرد وبعد كده تصب صب، ده غلط وده مش هيدينا الصوره اللي احنا عايزينها. فانا ببستر اللبن كده او ببرده بصدمه. وافضل اقلب فيه علشان يبرد لغايه، يعني هو هياخد له حوالي 3 دقايق او 4 دقايق في موضوع التبريد ده مع الميه طبعا الجاريه كده. لغايه لما يبرد للدرجه اللي انا اقدر احط صباعي فيها، يعني يبقى سخن بس للدرجه اللي صباعي بيتحمله او جلدي بيتحمله. واروح جايب الخميره بقى وحاطط اللبن في الكيس. اخد كبشه لبن كده في الكيس، قيمه كوبايه او كوبايتين، احطهم في الكيس بعد ما بسترت، وابتدي بقى اضرب اللبن جامد، ارب اللبن جامد وهو في الخميره. هو بس عشان كنت انا شغال لوحدي فكنت بحاول ان انا اظبط ايدي على الكيس شويه. زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما بسترت اللبن، حطيت بقى شويه لبن من البارد ده او من المتبستر ده في الكيس. هبتدي بقى اضربه جامد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. اهو انا كده بضرب اللبن مع الخميره. انا بدوب الزبادي اللي انا خدته، اللي هي الخميره اللي انا خدتها انا بدوبها عشان ما تبقاش، عشان توصل لكل اللبن وعشان ما تبقاش مكلكعه او ممكن تبوظ لي الزبادي بتاعي. فانا كده ضربتها كويس اهو، بضرب جامد. وبعد كده اروح مفضيها في الحله، اردها للبن تاني واقلب اللبن كويس. هنا وقت الصبه الثانيه هنبتدي بقى ناخد الكميه دي نفضيها في الشفشق بتاعنا ونبتدي نصب الصبه الثانيه. الصبه الثانيه دي انا بصبها برده ببوز الشفشق كويس، واحاول اعلي ايدي شويه على قد ما اقدر، وبكون من جنب الكوبايه او من جنب الطبق. ما بصبش في نص الطبق، لا بصب في جنب الطبق او في جنب الكوبايه. وكل ما كان اللي انا بعمل فيه الزبادي واسع او يعني طبق احسن من الكوبايه افضل، لان لو جيت اصب في الكوبايه الوش هينزل معايا لتحت، مش هيبقى موجود. تمام. فانا كده فضيت الخميره بتاعتي وهقلب اللبن، اقلبه كويس علشان يبقى كده الكميه كلها واخده الخميره. المرحله دي ممكن اعملها من غير المرحله الاولانيه بتاعت الصبه الاولانيه. لو انا عايز اعمل اللبن الزبادي اللي هو زي الجهينه، مش هعمل مرحله الصبه الاولانيه اللي احنا شايفينها دي اللي هي بتعمل وش، لا هبرد اللبن بعد ما يتغلي، هبرده فجاه واروح حاطط عليه الخميره واصب صبه واحده. هنا دي الصبه الثانيه، بصوا كده الوش بيتنفخ اهو وفي رغوه بتتعمل.
دي هنا الطريقه دي طريقه المحترفين بقى، هم بنلاقي كوبايه الزبادي وشها كبير كده ومنفوخ وعالي بسبب ده. باجي في الجنب كده وبصب الوش بقى اللي اتعمل في خلال فتره التبريد، بيبتدي يتنفخ معايا ويبان بقى، بيبقى شكله يعني شكله حلو اهو. انا كده بصب اهو من جنب الطبق وبوز الشفشق. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. بكون انا مجهز الفرن بتاعي. طبعا في ناس ما بتاع المفروض ان انا ببقى عندي حضانه، فاحنا بنعمل هنا في البيت مفيش حضانه. طب نعمل ايه؟ بنجيب لمبه، بس اللمبه اللي هي البلدي بتاعتنا دي مش موفره ولا هي لمبه ليد، لا اللمبه العاديه اللي هي التنجستن دي الحراريه، واكون حاططها في الفرن علشان تسخن لي الفرن. تمام. وانا حاطط اهو، وانا حاطط الزبادي فوق كده. انا بسوي هياخد بالطريقه دي هياخد تقريبا 3 ساعات في الفرن، من 3 ل 4. انا كده ظبطت اللمبه كانت شغاله عندي عشان درجه الحراره بتكون في حدود 35 درجه او 40 درجه بالكتير. بحط الصاج بتاعي وبقفل عليه. جيت بقى بفتح بعد كده بعد حوالي 3 4 ساعات. المفروض القوام يكون عامل زي الجيلي، ما بيكونش ماسك خالص. ماسك خالص ده هيحرق الزبادي. يكون قوامه زي ما انتم شايفين كده عامل زي الجيلي شويه، بس برضو اللي هو مش سايب خالص، لا يكون عامل زي الجيلي شويه كده. الزبادي بتاعي جاهز ان انا اطلعه احطه بره يبرد خالص، وبعد ما يبرد اروح حاطه في التلاجة نص ساعه او ساعه، وبعد كده اروح مطلعه من التلاجة يبقى زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى بعد ما يخرج من الفرن او بعد ما يخرج من درجه الحراره بتاعته اللي انا كنت مجهزها، سواء حضانه او سواء فرن باللمبه زي ما احنا شايفين، هسيبه يبرد خالص، وبعد ما يبرد اروح حاطه في التلاجة. يفضل يتحط في اول رف او تاني رف اللي هو قريب من درجه تبريد عاليه، وبعد ما اطلعه هيبقى بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي، وبالف هنا وشفا زي ما انتم شايفين. لو احنا هقول تاني، لو احنا عايزين نعمله زي زبادي جهينه هنستخدم خميره من زبادي جهينه، ومش هنصب الصبه الاولانيه، ده احنا ممكن كمان نغلي اللبن ونسيبه يوم، وتاني يوم نبقى نسخنه. تاني يوم نبقى نسخنه بس. وبالطريقه دي نقول بالف هنا وشفا. واللي عنده اي سؤال ممكن يبقى يسيبه في التعليقات.